تقرا حديث في البخاري لا يقبله العقل ويريد بك أن تصدقه. حال الحديث ديال حبب إلي من دنياكم ثلاث، النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. يلا وترجمة أمريكاني، قول لي لي فام لو بارفان إلى بريير. قول لي ليديز، هذا ليديز بيرفومز فراغرانس اند براير. وشوف اش غيشوف، واش غتدخل له المخ ولا علاش. الأئمة الحقيقيين لا علاقة لهم بالكتب التي ينسبونها لهم. ليس هناك مخطوط بيد البخاري ولا مخطوط بيد مسلم ولا مخطوط بيد أي أحد. لا كفاية من هذه، لأن الشباب الآن لما يقرأ هذا الشيء، هذا الشباب ولا ذكي وغادي يحسب، غادي يعرف بأن هذه ما تدخلش للمخ. الأشياء اللي ما تدخلش للمخ راها كثيرة. فتاوى ابن تيمية، فتاوى مالك، أسيدي هاد تفتح لك شحال من قرن هذه. الوقت تبدل يا عباد الله. ليس السوق الآن هو السوق ديال الإمام مالك، ليس الأكل الآن هو الأكل ديال زمن الإمام مالك، ليست المعاملات التجارية في البنوك وفي البورصة، والآن غادي تولي البلوك تشين وجاية المصائب ديال هذاك الديجيتال كرنسي. اشنو غادي يقولوا الفقهاء في الديجيتال كرنسي؟ اش غايقولوا في هذا؟ الناس لما يقرأوا البخاري هناك أحاديث يندى لها الجبين، لا يمكن أن تقرأها لابنك أو لبنتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم جميعا مشاهدي الكرام أينما كنتم. دائما معكم طبعا محمد فايد. أزول في اللون أيتما ستما رمضان مباركي إن شاء الله، زير رحمة البركة إن شاء الله على الناس كلهم. مرحبا يسون خير إن شاء الله. فكما لاحظتم على العنوان، وهناك أشخاص اجتهدوا جزاهم الله خيرا ورحمهم الله، فهم الآن تحت الأرض وأصبحوا بين يدي ربهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنهم وأن يجازيهم عن هذه الأمة، فقد اجتهدوا في وقت كان لابد من الاجتهاد، ويعني نفعوا الأمة طبعا، وتركوا يعني بعض الأشياء. لكن الخطأ ليس في الأئمة ولا في الصحابة، وأنتم تعلمون جيدا أن بعض الأشخاص يريدون لي الكلام، ونحن قولنا ثابت ونحن ثابتون طبعا، وأن الكذب حبله قصير. نحن لا نكذب على الناس، لم نكذب على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم نكذب على الأئمة، والله لا نكذب على الأئمة، ولا نكذب على البخاري ولا على مسلم ولا على الشافعي ولا على أبو حنيفة ولا على أحمد بن حنبل ولا على مالك رضي الله عن الجميع. لكن هؤلاء الأئمة الحقيقيين لا علاقة لهم بالكتب التي ينسبونها لهم. ليس هناك مخطوط بيد البخاري ولا مخطوط بيد مسلم ولا مخطوط بيد أي أحد. يعني الأمور ليس لأن هؤلاء الغوغائيون يعني يتكلمون، نحن كلامنا ثابت ونحن ثابتون، ولا يزايد علينا أحد بالإسلام، وليس هناك شخص أسلم منا، مسلم أكثر منا، أو يتقي الله أكثر منا، أو يعبد الله أكثر منا. لا، ليس هناك مزايدات، بدون مزايدات. نحن نعبد الله ونصوم ونصلي ونوحد الله ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بالله وبرسوله وبالكتب وبالرسل وبالملائكة وبالجنة وبالنار. لا يزايد علينا أحد، لأن هؤلاء الذين يكفرون كيف يشاءون ويدخلون النار من يشاءون. أقول كفى، يعني كفى والله. هذه الحملة لن تنتهي ولن تمر هكذا، يجب أن تنتهي هذه الأوساخ والعفونات التي لوثوا بها الدين، لكي لا يظن هؤلاء أننا بهذا الضعف وأننا لا شيء، أو عندنا ما يتقال. فقد يعني أشياء يعني أكثروا على الصحابة رضي الله عنهم، أكثروا عليهم ليشوهوهم، أكثروا عليهم، حكوا عليهم أشياء الصحابة رضي الله بريئون منها، ما يحكون عن الصحابة بريئون من ما يحكى عليهم. الأئمة الأربعة بريئون مما يحكى عليهم. أمور يعني باش الشباب يستيقظ ويكون على الطريق الصحيح، ولا يبقى مذبذب يميل يمين وشمال، ولا يعرف من يصدق ولا يعرف من يصدق وكيف.
الناس لما يقرأوا البخاري هناك أحاديث يندى لها الجبين، لا يمكن أن تقرأها لابنك أو لبنتك أو لأختك، لا يمكن، وأنتم تعلمون بأن هناك أشياء مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا لا يريد هؤلاء أن يصدقوا؟ لماذا لا يريدون أن يحرقوا الأشياء التي كذبوا فيها على رسول الله فقط؟ يتركوا الأحاديث المتواترة والأشياء الصحيحة اللي متفقين عليها، والأشياء الأخرى يحرقونها، لأن هذه الأشياء هذه تشوه الدين، تشوه الدين. فيعني إن شاء الله خير. وأكثروا على الصحابة، أكثروا على عثمان بن عفان، وأكثروا على عبد الله بن عباس، أكثروا على معاذ بن جبل، أكثروا على عبد الله بن عمر، أكثروا عليهم، حكوا عليهم أشياء كثيرة ليشوهوهم، وبالعكس وما شوهوهم. سيدنا عثمان كان يصلي بالقرآن في ركعة واحدة، والطلبة الشباب درست الحساب، ليس الرياضيات، الحساب فقط، 2 زائد 2 يساوي 4. كان واحد الأخ مصري سبقني وحسب عدد الساعات التي يحتاجها سيدنا عثمان بن عفان لكي يصلي بالقرآن في ركعة واحدة. أنا كذلك حسبتها في المغرب، يعني بالسرعة، سرعة القرآن الكبيرة اللي عندنا في المغرب. تعرفوا بأن الطلبة الحزب، الطلبة يقرؤون جماعة، وكاين واحد التسجيل ديال إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، كانت عملت تسجيل في المساجد المملكة، كتسجل حزب مع كل مسجد حزب. حسبنا الوقت فيه 24 دقيقة، وكاين بعض الطلبة اللي كيقراو في 22 دقيقة، كاينين طلبة كيقراو في 28 دقيقة، كاين طلبة قراو في 32 دقيقة الحزب. نأخذ أقل 24 دقيقة. الطلبة الشباب ضربوا 24 ضربوها في 60 حزب، 24 ضربوها في 60 بلا ما نبقاو. ستجدون يعني واحد الوقت بأنه يتعدى، يصل إلى صلاة الظهر من اليوم الثاني، وأن سيدنا عثمان كان لا يصلي الفجر، يعني ومذهب المرحاد ما عطش ما جاع ما والو، بقى واقف صلى بالقرآن ركعة واحدة. يحتاج هذا راه يحتاج أكثر من 14 ساعة لكي يصلي بالقرآن كله في ركعة واحدة. 14 ساعة راه ما بين العشاء والفجر شحال؟ راه 7 سوايع. يعني الناس شوية يخدموا العقل، خلي ديك صلصة بطاطس، خدم العقل، خدم العقل شوية، خدم العقل، خدم العقل. هذاك الشيء اللي قلت لكم، أكثروا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثروا عليهم. عثمان بن عفان ذو النورين، ومن المهاجرين إلى الحبشة، من الذين أسلموا الأوائل. نحن نقرأ على الصحابة، ما يزايد علي أحد. ليس هناك شخص يعني عنده حياة الصحابة أكثر من الدكتور محمد فهيد، لأن الله أعطاني واحد الحفظ السريع، أعطاني عقل. ماذا تنقم مني أنني أحفظ بسرعة؟ الذين هاجروا إلى الحبشة معهم ذو النورين، معهم عثمان بن عفان، وتزوج، لا سموا ذو النورين لأنه مزوج بنات الرسول الاثنين، ماتت وحده وتزوج الثانية، وكان صحابي جليل يعني ما شاء الله، ولكن أكثروا عليه ليشوهوا. صلى ب60 حزب في ركعة واحدة، شحال بالوقت خصو؟ ما كفى من هذا. لأن الشباب الآن لما يقرأ هذا الشيء، هذا الشباب ولا ذكي وغادي يحسب، وغادي يعرف بأن هذه ما تدخلش للمخ. الأشياء اللي ما تدخلش للمخ راها كثيرة 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 كثيرة. فيعني هذه عطيتكم مثل، أما الأمثلة بالمئات. هذه اللي ما تدخلش المخ مئات هذه يعني. وكاين، أنا قلت بأن كاين هادو يوتيوبرز، كاين واحد الأخ في مصر يعني سبقني وحسب الوقت، هو نفس القول نفس الشيء، وحنا كنا تكلمنا على هذه المسائل هذه في 1982. قلنا 1982 نتكلم عن هذه الخرافات، الأشياء التي أكتروها أدخلوها وكتروا على الصحابة وكتروا على الأئمة. احنا قرينا ماشي الفقه على المذاهب الأربعة، راه قرينا المذاهب 20، ماشي على المذاهب الأربعة. ما كاينش على مالك، راه كاين الليث بن سعد، راه كاين هذا سفيان الثوري، راه كاين الليث بن سعد، وكاين هذا الشوكاني، راه كاينين كثار عاد المجددين اللي جاوا من بعد، مثل الشاطبي ومثل هذا الفقه هذا. الشاطبي هو هذا الفقه المالكي الشاطبي. فلا يزايد علينا أحد في الدين، ولا يظن أحد أننا لم ندرس هذه الأشياء. وإلا جبت لكم هذه المسائل هذه غادي تشوفوا المسائل كثير، ولا تظنوا بأن أنا فقط
يعني فتنت هادو شويه باش يعرفوا بانهم راهم ليسوا على شيء، ولكن غنبداو ان شاء الله في الصح. والله غنبداو في الصح باش تشوفوا غير بالعقل، عاد بالعقل اشياء لا تدخل العقل فقط. انسان لا شيء. ولهذا هو المشكل، ملي كثروا الناس ضعف الايمان ديالهم، الناس حاجه ما داخلاش ليه المخ وما قدرش يصدقها، ليست منطقيه، ليست واقعيه، ليست موضوعيه، لا يقبلها العقل. تقرا حديث في البخاري لا يقبله العقل، يريد بك ان تصدقه. بحال الحديث ديال حبب الي من دنياكم ثلاث: النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. يا الله. وترجمة امريكاني، قول لي لي فام لو بارفان اي لا بريير. ها قول لي ليديز، هذا ليديز بيرفومز فراغرانس اند براير. وشوف اش غيشوف، واش غتدخل له المخ ولا لا. اشياء زائده، اشياء الان الشباب علاش بدا كينفر من الدين؟ لانه وجد بعض الاشياء نفرته من الدين. عاد نوصلوا للاشياء التي كتبوها وتركوها هكذا، يعني اصنام مكتوبه يجب ان نعبدها. فتاوى ابن تيميه، فتاوى مالك، اسيدي هاك فتاه لك شحال من قرن هذه. الوقت تبدل يا عباد الله، راه ليس السوق الان هو السوق ديال الامام مالك، ليس الاكل الان هو الاكل ديال زمن الامام مالك، راه ليست المعاملات التجاريه في البنوك وفي البورصه، والان غادي تولي البلوك تشين وجايه المصائب ديال هذيك الديجيتال كرنسي. اشنو غادي يقولوا الفقهاء في الديجيتال كرنسي؟ اش غايقولوا فيها دابا؟ راه مصيبه، راه والله العظيم راه مصيبه. ها هي جايبه النيميريك دابا، جايه الديجيتال كرنسي دابا، ما غتشوفش فلوس كاع. اشنو غنقول لك؟ حلال حرام معاملات ربا ماشي ربا، بيع شراء، ما هو؟ ماذا سيقولون في البلوك تشين؟ اش غايقولوا فيها؟ يلاه منين غادي يخرجوا العشر؟ بلوك تشين مغلوقه، بلوك تشين ما غاديش. ماذا سيقولون؟